طب ايه العناصر المؤكسده؟ تسمعوا عن الكلمه دي كتير صح؟ يقول لك في عناصر مؤكسده ولا فيها اجسام مؤكسده، ومش عارف سمعتوا عن الكلام ده قبل كده ولا لا. الزيوت بتاكسد وكده. طب ايه الزيوت بتاكسد؟ يقول لي في حاجه اسمها الاوكسيدنت او العناصر المؤكسده. العناصر المؤكسده دي بتعمل ايه؟ بيقول لي بتبدا تهاجم الخليه وتهاجم حاجه اسمها الدي ان ايه اللي شايل الجينات بتاعه الخليه وتدمره وتكسرها، فيحصل مشكله من مشكلتين ممكن في الخليه، يا اما الخليه تموت يا اما يحصل سرطان. ممكن يعمل تغير جيني في الخليه فيزود التكاثر بتاع الخلايا فيبدا يعمل سرطان. فبالتالي التدخين هيزود الاكسيدنت ده، فبالتالي هيبوظ الدي ان ايه فالخلايا تموت. فلما الخلايا تموت، ما هي اصلا الرينكلز دي او اللي هي علامات تقدم السن والحاجات اللي بتحصل دي عباره عن مكان فيه خليه ماتت فبدا يطلع شق، الجلد هبط في حته يعني، فاهمين؟ فده ممكن ايه يعمل لي اصلا يزود لي على يعني خطوره علامات تقدم السن. تمام. زائد ان هو لا قدر الله ممكن يعمل لي اورام او سرطانات في الجلد. بلس ان هو طبعا بيعمل صبغه في السنان والايدين، يعني ماسكه السيجاره كده. السنان الناس اللي بتشرب سجاير هتلاقي ايه معظم الوقت السنان اصفر، او الايد نفسها والبق نفسه ده ممكن ايه. زائد ماسكه السيجاره نفسها، يعني حركه البق دي بتطلع اصلها نفسها ايه تجاعيد.